السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو جديد غادي نشارك معكم هاد الجينواز الخطيره الرائعه كيف ما كيبين لكم الفيديو ان شاء الله. وغنشارك معكم كريمه اللي ما تحشمكش نهائيا مع الكليان ديال كريمه خطيره. غنشارك معكم ان شاء الله هاد لي طرونج فرديين اللي كيكونوا بحجم اللي هو صغير، كنقدموهم في الاعراس والحفلات الكبرى. وهذا هو وقت الاعراس والحفلات الانسان يخدم على راسو من دارو. غادي نشارك معكم هاد الكريمه الخطيره اللي ما غاديش تحشمك نهائيا مع الكليان ديالك. كنبداو على بركه الله. هنا كيف ما كتشوفوا عندي 200 غرام من الشوكولاته البيضاء النوعيه اللي كتكون جيده. كنضيف ليها 200 ملل من الكريمه السائله ما يعادل كاس ديال العنبه اللي هو عامر. الا ما بغيتيش تعبري ففقط تقدري تعبري غير بالكاس ديال العنبه. كنضيفوا الشوكولاته كنوضعوه فوق حمام مريم حتى كيذوب تماما، ما كيبقاوش فيه دوك الكتل نهائيا. كنصفيه في واحد الصفايه وكنضيف له هنايا 500 غرام ديال الكريمه السائله. في المجموع عندنا 700 غرام 700 غرام او 700 ملل من الكريمه السائله. غادي نحتاج هنايا كيف ما شفتوا في المجموع 700 ملل من الكريمه السائله هي اللي غادي نحتاج في هذه الكميه اللي هي كبيره. غتعطينا كميه اللي هي ما شاء الله. كنوضعها في الثلاجه لمده ديال ليله كامله. من الاحسن الا كنتو زربانين فكديروها واحد المده ديال 20 دقيقه في المجمد، ما تخليوهاش حتى تكونجيلا او تجمد لكم من الجناب. الا جمدات راه غادي تضيع، ما غاديش تصدق معكم نهائيا. من بعد عاد كنخرجوها وكنخدموها. ندوزو معكم لا جينواز ان شاء الله. هنا عندي 8 ديال البيضات كيف ما شفتوا كنوضعهم في الخلاط حتى كيتخلطوا مزيان وكيطلقوا ديك الكشكوشه او ديك الرغوه. عاد كنبدا كنضيف في السكر تدريجيا. اذا عندي 8 ديال البيضات، غادي نضيف لهم 8 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده او السكر حبيبات. كنضيفوه تدريجيا. دائما يكون الخلاط على درجه اللي هي عاليه، يعني كيكون في واحد الدرجه اللي هي عاليه بزاف. زدت كذلك 2 ديال الساشي ديال الفاني. خاصنا نتحصلوا على البيض بهذا الشكل هذا. غادي نوريكم في الفيديو. الا بغيتي تنجح معك لا جينواز 100% ضروري انك تحصلي على البيض بهذا الشكل هذا. هنا عندي الدقيق اللي غادي نضيفه تدريجيا. دائما كنطلع من التحت الفوق باش هكا ما ننزلش البيض اللي طلعناه من قبل. كيف ما شفتوا كنخلط غير بشويه، ما كنخلطوش بالزربه. راه غير انا مزربه الفيديو هنايا. وكنضيفوا الدقيق على هذا الشكل. ضروري اننا نخلوه. كنوضعوه فوق الخليط بحال الثلج غير شويه من الفوق وكنبدا كنجمع. في المجموع ديال الدقيق هنا عندي 2 ديال الكيسان اللي هما عامرين ديال العنبه. غادي نبين لكم في الفيديو شحال خدات مني هاد الجينواز هذه ديال الدقيق. دائما كنخلطو مزيان باش ما يبقاو لناش دوك الحبيبات ديال الدقيق، باش هكا تجي ناجحه معنا 100%. هاد الجينواز انا صراحه معتمده عندي في لي طارت في لي طرونج. الصراحه ما كتحشمش وكتجي رائعه. كتسقيها من الداخل وكتجي زوينه بزاف، يعني ما كتضيعش نهائيا. كيف ما شفتوا من 2 ديال الكيسان ديال الدقيق شات لي تقريبا واحد 2 ديال المعالق اللي هما كبار. هنا كناخذ اللاطه اللي غادي نخلي لكم العبار ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. كندهنها مزيان بالزيت. كنوضع لها ورق ديال الزبده وكندهنوا حتى ورق الزبده كندهنوه مزيان بالزيت باش هكا نتفاداو ان الجينواز ديالنا تلتصق معنا. كنخبط مزيان اللاطه ديالي مع سطح العمل حتى كنتخلص من دوك الفقاعات اللي كيكونوا في العجينه. كندخلوا الجينواز ديالنا لمده ديال 10 حتى ل 12 دقيقه. فران غازي او فران كهربائي، النار من التحت ومن الفوق. الا كان عندك فران غازي فقط غتشعليه غير من الفوق حتى غتبان لك انها كطيب، ما تخليوهاش تحمر. كيف ما كتشوفوا كنتحصلوا عليها على هذا الشكل. كتجي خفيفه رائعه رائعه، كتخدمي بها كيف ما بغيتي. وهنا من بعد ما مرات ليله كامله، فانا صراحه درتها ليله قبل هاد الكريمه هذه باش كتنجح معنا 100%. ومن بعد كنجبدها وكنبدا ندربها على سرعه اللي هي عاليه. فقط غير كتبان لينا الكريمه ديالنا انها شدات راسها كنتوقفوا على التخلاط ديال الكريمه باش هكا ما تضيعش معنا. هنا خديت هذا الاطار، فلا ما كانش عندكم فلا داعي انكم ديروه. قسمت لا جينواز ديالي على 2. ما احتاجيتش انني نحيد ليها الاطراف ديالها لانها جات كلها رطبه، يعني ما طيباش يعني بزاف، يعني ما تحرقوش لينا الجنيبات وما قسحوش بصفه نهائيه. قسمتها فقط على 2 ودرتها في هذا الاطار هذا على هذا الشكل غير باش نسهل العمليه. الا ما كنتوش كتوفروا عليه فلا داعي انكم ديروه. تقدروا تخدموا
بشكل عادي بدون اطار. دائما كنديروا الكريمه ديالنا في الجيب الحلواني. كيف ما شفتوا الجيب الحلواني فانا قطعت الراس ديالو على شكل اللي هو صغير، لانني انا ما محتاجاش بزاف ديال الكريمه في هاد لي طرونش هادو. كيف ما كتعرفوا فاش كنكونوا كنقدموهم في الاعراس او في الحفلات كنحتاجوا انه يكون طريف غير صغير وما يكونش عامر بزاف بالكريمه. يعني هذه ماشي طورطه وماشي لي طرونش اللي هما كبار، ما كنحتاجوش فيهم واحد الكميه اللي هي كبيره من الكريمه. فلهذا قلت لكم غير 700 غرام فهي كافيه معنا في هاد لي طرونش هادو ان شاء الله. كنسرح على هاد الشكل هذا، ما كنضغطش، فقط غير كنحاول انني نصوب السطح ديال الكريمه على هاد الشكل هذا. كنحاول ان السطح ديال الكريمه يكون متساوي، فلهذا كنديروا الكريمه ديالنا في الجيب الحلواني كيكون احسن. شوفوا معايا الجينواز كيفاش كتجي ناجحه 100%. هاد الجينواز الا جربتيها غادي تعتمديها حياتك كلها لانها رائعه صراحه، ما كنبغيش نغيرها نهائيا. كاين بزاف ديال لي جينواز وجربت بزاف، ولكن هذه كتبقى هي المعتمده عندي. كنسقيو دائما بشويه ديال الحليب اللي كنكونوا خلطناه مع شويه ديال الحليب المحلى، كيعطينا واحد المذاق اللي هو زوين. ما بغيتوش تضيفوه فلا داعي، يعني ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه، ولكن كتساهم صراحه حتى في المذاق. كناخذ الكريمه مره اخرى وكنوضعها فوق السطح ديال الجينواز ديالنا على هذا الشكل. نحاولوا انها تكون رقيقه يعني ما تكونش غليظه، ما كنحتاجوش بزاف ديال الكريمه في هاد لي طرونش. هنا كيف ما كتشوفوا حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم الجيب الحلواني فهو كيساعدنا بزاف. وهنا في الحشو الا كنتو باغيين تضيفوا يعني شوكولاته اللي هي بيضاء مهرسه هكا كتقطعوها اللي هي رقيقه فكتضيفوها. كذلك بغيتو تضيفوا الكركاع، بغيتو تضيفوا اللوز اللي كيكون مهرمش، فهذا كيبقى اختيار ليكم والكليان ديالكم شنو هو طالب منكم. واكيد هذا الشيء راه كيزيد في الثمن ديال البيع اكيد، يعني ماشي كنضيفوه غير من عندنا، دائما اي حاجه كنضيفوها فهي كتكون محسوبه في الثمن ديال البيع. كيف ما كتشوفوا كنحاول انني نسطح مزيان ونقاد مزيان الوجه ديال لي طرونش على هذا الشكل بمساعده بواحد سباتيل على هذا الشكل كيف ما كيبين لكم الفيديو. حتى كنسطحها مزيان وكنقاد لها الوجه ديالها مزيان. كنغلفها ببلاستيك غذائي كندخلوها المجمد ليله كامله. من الاحسن انكم ديروها ليله كامله، من بعد عاد كنرجعوا وكنخدموا بها. الا ما كانش عندكم الوقت يعني مثلا خدمتوها في الصباح فحتى الليل عاد تقدروا انكم تزينوها لانها كتحتاج الكريمه تشد راسها مزيان. هنا من بعد ما دازت ليله كامله كنجيب المجفف ديال الشعر وكنبقى نخدم به على هذا الشكل هذا. كنسخن به الجناب ديال الاطار باش يتحيد لي الاطار بكل سهوله. كان بمساعده ديال واحد الموس كيف ما كتشوفوا كنحيد هاد الجناب هادو على هذا الشكل. كنحاول انني نوسع الاطار باش هكا ما تضيعش مني نهائيا وكيبقى الشكل ديالها مزيان. غادي ناخذها وغادي نقسمها على 4 كيف ما غتشوفوا معايا. كنقسم من الوسط وغادي نقسم كذلك من الطول. عبروا باش هكا يجيكم يعني دوك الطريفات يجيكم قد بعضياتهم، يعني ماشي تجي وحده كبيره وحده صغيره. غادي نبعدهم على بعضياتهم بحال هذا الشكل هذا كيف ما كيوضح لكم الفيديو، باش هكا نزينهم وانا مرتاحه يعني ما يتخلطوش لي الالوان مع بعضياتهم. هنا كنعتذر منكم كان كيحسب ليا كنصور ولكن انا ما كنتش كنصور لكم في الفيديو. هنا كيف ما شفتوا خديت 4 ديال المعالق اللي هما كبار، كل طويصه وضعت فيها معلقه كبيره ديال الناباج وكنضيف ليها الملون معاه النكهه. هاد الملونات كيكون معاهم النكهه، عندي النكهه ديال البرتقال والنكهه ديال الكراميل وكذلك عندي ديال الفريز وعندي كذلك النكهه ديال البيستاج، يعني نكهات اللي هي رائعه كتساعد صراحه في المذاق بزاف بزاف في هاد لي طرونش هادو. كناخذهم وكنسخنهم في الميكرووند واحد شويه حتى كيطلق مزيان داك الناباج، يعني ما كيبقاش قاسح وما كيبقاش فيه دوك الطروفه اللي كيكونوا فيه، حتى كيطلق يعني مزيان وكيولي بحال الشكل ديال العسل. وهكا كنضيف له النكهه اللي انا بغيت وكنحرك مزيان حتى كيندمجوا ليا مع بعضياتهم. الا بغيتوا اللون يجيكم يعني فونسي على هذا اللون اللي انايا درت فتقدروا تضيفوا يعني واحد الكميه اللي هي كبيره من الملون. انا صراحه بغيت اللون يكون غير خفيف من الفوق ويجي بحال شكل رخامي، يعني ما يجيش اللون اللي هو متساوي مع بعضياته كيف ما كيوضح لكم الفيديو. كنوزعوا غير بشويه على هذا الشكل هذا. حاولوا انكم تسرعوا في هذه العمليه لان الناباج من بعد ما كنوضعوها فوق الكريمه والكريمه خارجه يعني من المجمد فهو
كيجمد دغيا واخا كنكونوا سخناه من قبل. ضروري انكم تسخنوه من قبل، عاد تضيفوا ليه النكهه اللي نتوما بغيتو، وكتحركوا مزيان وكتديروه على هذا الشكل هذا. هنايا كنعاودو نرجعوها للمجمد واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، غير كيشد داك الناباج راسو وكنخرجوها وكنبداو نقطعو على الشكل اللي حنا بغينا لي طرونش اللي هما طوال، بغيناهم مربعات، كيبقى الاختيار ليك والكليان ديالك كيفاش هو طالبهم منك. كنقطعهم على هذا الشكل. دائما الموس اللي كنكونوا كنقطعوا به ضروري خاصو يكون حاد، هذه مساله اللي هي ضروريه. وكذلك كنوضعوه في الماء اللي كيكون غليان، وكل ما كنقطعوه كنمسحوه بواحد المنديل، كنوضعوه في الماء غليان وكنمسحوه بواحد المنديل، وكنبدا كنقطع باش هكا كنسهل عليا هذه العمليه. كنتحصل على هذا الشكل هذا كيف ما كيبين لكم الفيديو، كيجيو رائعين راقيين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. كنرحب بالبنات الجداد اللي ضافوا للقناه، شرف ليا وشكرا لكم. كل البنات اللي ضافوا للقناه ديالي كنتمنى ان شاء الله المحتوى ينال الاعجاب ديالكم وتزيدوا من التشجيعات ديالكم. كنقول لكم شكرا لكل وحده فيكم، لكل وحده كدير تعليق او كتحط فقط زر ديال لايك وكتفرج في الفيديو. كنتمنى ان شاء الله جميع الفيديوهات اللي غنشارك معكم ينالوا الاعجاب ديالكم. وهنايا الثمن ديال البيع غادي نشارك معكم. الثمن ديال البيع كيختلف صراحه من كل واحد لواحد، يعني كيبقى على حسب نتيا والمقادير ديالك او المكونات منين خديتيهم وشحال باش خديتيهم. هنا الثمن ديال هاد لي طرونش هادو فهو كيكون باورو حتى الاورو و20 على حسب يعني نتيا شحال استهلكتي على هاد لي طرونش هادو. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو، تكونوا استفدتوا منه. الا جربتوهم شاركوهم معايا في لي كومونتير. نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.